السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتي على اليوتيوب سارة كويزين. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. نتوما تشوفوا هاد لا فيديو جيتكم اليوم بوصفه تاع كاطو سنيوه اللي يجي بزاف بنين ويقطع كميه كبيره. على بالي بلي كامل تحبوا الوصفات الساهلين. تبعوا معايا هاد لا فيديو وما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجوها. الحاجه الاولى في ريسيبيو عندي 4 حبات تاع البيض، زدت عليهم كاس الا ربع تاع السكر، شويه لافاني، ودرت القرصه تاع الملح وخلطتهم غير بالفوي. تقدروا تستعملوا الباتور راح يعاونكم بزاف. انا خلطتها هكا مليح كي داب شويه هذاك السكر بديت نضيف في الزيت، درت كاس الا ربع تاع زيت وقعدت نضيف فيه تدريجيا عفوا. هكا خلطوه مليح حتى يذوب كامل هذاك السكر ويتجانسوا كامل المكونات. ومن بعد لهنا جبت 2 كيسان تاع الفرينه لازم يكونوا مغربلين و2 اكياس تاع خميره كيميائيه، خلطوهم مليح. ومن بعد لهنا نزيدو 2 كيسان وحدوخرين تاع الفرينه ونخلطو غير بيدينا، تما نلمدوها غير بيدينا. لاباط لازم تبقى تتلاصق في اليد، لازم ما تجيش يابسه، لازم ما تنشفوهاش كامل هكذا كيما راني ندير انا. ومن بعد جيبو سنيوه فرشو فيها بابي كويسون، جيبو هذيك العجينه شوفوا كيفاش جات، ديروا يديكم في الزيت باش تعاونكم وهكا ملسوها ودخلوها طيب. درجه حراره الفرن لازم تكون 160 من التحت، كي طيب من التحت حمروها شويه من الفوق. وهذه هي كي تخرج ذوبوا شوكولا بلون كيما انا، تقدروا ديروا شوكولا نوار ولا كيما حبيتو. ذوبت انا شوكولا بلون درت تبقى هكا، ومن بعد زدت فوقها بيستاش كنت رحيتو. تقدروا ديروا حب تاني كي تجي بزاف شابه هكذا، رحيت شويه وحطيته من فوق. ومن بعد تاني زدت لها شويه هذاك الورد هكا باش تعطيني شكل شباب كي نقطعها. من بعد قطعت هذوك الاطراف هكذا باش كي نقطعوهم كاريات نديروهم في الكيسات يجو كامل على حبة. تقدروا تاني انا شوفوا انا خليتها قعدت ساعة ونص، نشفت هذيك الشوكولا شوية باسكو درت لها الزيت ما خليتهاش هكاك. وفي كل 100 غرام تاع شوكولا عندكم مغرفة تاع زيت. تقدروا تاني تدخلوها الكونجيلاتور تجمد، ومن بعد حكموا الموس ديالكم دخلوه داخل الماء سخون نشفوه وقسموا به راح تتقسم عادي هكذا. ومن بعد شوفوا قسمتها درتها داخل لي كيسات، كي ديروهم هكا راح يجوا بزاف شابين هكا. وزينتهم ودرتهم في لي كيسات، وشوفوا كي نقسم معاكم حبه يجي بزاف طري من الداخل. تقول راكو تاكلوا في الموسكوتشو يجي طري ويجي خفيف بزاف. هذه هي الوصفه تاعنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، ما تنساوش تبارطاجوها.